مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم قناة أستيوس إغسات لمياء. نرحب بكم جميعا، نرحب بالمشتركين الجدد ونرحب بالمشتركين المتواجدين والأوفياء دائما. نقول لكم يعطيكم الصحة كامل على 10,000 مشترك. اذا اليوم جبت لكم هذه الطريقه اللي كنتوا تسناو فيها كامل، طريقه تاع الخدمه بالبانش نيدل او بالابره النفاش ولا الابره الشرقيه. هذه الطريقه اللي تجي عباره عن كانها فورير ولا كانها كانيش ولا يعني تقدروا تسموها بكثير من المسميات. راح نستعملوا هذا النوع من الخيط القطني، خيط كوتون 100%. ديروا البنات كابتشي، راني حطيت لكم هنا الكبه اللي نخدم بها. هنا البنات راح نشوفوا مع بعض كيفاش راح نعمروا الإبرة لازم نفتحها ومن بعد نوريكم نفتحوها للأخير، يعني إلى آخر رقم. نحو هذا الغطاء هذا ونجيبوا السلك تاعنا اللي نعمروا به الإبرة. إذا هنا راح نسرع لكم شوية الفيديو. إذا الطريقة هذه كانوا طلبوها عليا المتتبعات والبنات اللي راهم يتعلموا عندي على التيك توك، ما شاء الله عليهم. قالوا لي ديريها لنا. راح نديرها لكم بهذا الخيط هذا اللي هو متواجد باش ما تجيكم الصعيبه. اشروا هذا النوع من الخيط، فيه الالوان كذلك على هذيك اللي جبته لكم، فيه الانواع. وكاين الخيط واحد اخر تاع المكرمي، هذاك ثاني نقدروا نخدموا به، لكن الطريقه هذه راح تكون احسن واحسن وراح تكون اسهل ونفس النتيجه. اذا علاه ما نتعاملوش مع هكذا. اذا هنا راح نزيد للابره، راح نخليها الى الاخير، راح نطول الابره حتى الرقم 12. شوفوا اي وحده عندها الابره راح تطولها. هذه هنا تمسحوا لي الارقام، جبت لكم هذيك. شوفوا البنات هنا هاي ليك في الرقم 12. ماهيش واضحه شويه هنا، ما كنتش نشوف لانه الكاميرا كانت بالجنب وانا كنت مانيش نشوف الى اخر رقم. ديروها الى اخر رقم ونبداو بطبيعه الحال نخدموا هنا. نخدموا المرحله هذه اللي راح نوري لكم زوج طرق البنات. الطريقه اللي نخدموا غرزه قدام اختها، يعني غرز صغار، غرزه قدام اختها. دوك نرسموا اطار صغير فقط، مستطيل صغير باش هكا نعملوا فيه. نرسموا باش نديروا فيه. نتوما هنا لكم الاختيار، لكن انا فقط باش ندير لكم الطريقه. هنا قلت لكم هذه الطريقه البنات راح تخدموا، لكن الغرزه قدام اختها، ما تخليوش بزاف ليسباس بيناتهم، المساحه كبيره بيناتهم. نجبد دائما الخيط كما راكم تشوفوا من الكبه تاعي ونبدا على بركه الله نخدم كما قلت لكم. ونعاود لكم دائما نخدموا الغرزه قدام اختها، نزيروا مليح التنيبر تاعنا او الطاره تاعنا. ومن المستحسن انكم تستعملوا الطاره الخشبيه او التنيبر تاع الخشب باش هكذا يتزير الخدمه تاعكم وتجيكم مليحه. اذا نوجه الخيط نحطه للوراء والابره نحطها الى الوجه الى امامي. لاحظوا البنات هنا راح نبدا نخدم، راني بالعقل فقط باش تفهموا كامل، لانه هذه الخدمه هذه سهله متعبه صح، لكنها كي تتعلموها راح تولفوا بها. شوفوا هكذا البنات. ومن بعد ندنيو هذاك الخيط انا باش تشوفوا بركا، سينو انا يعني ما يقلقنيش نخدم وبعد نحيه. راح نبعد لكم القطعه هذه من الخيط وراح نبدا نخدم هكذا البنات. كما راكم تشوفوا راني ندير، لاحظوا الغرزه امام اختها، الغرزه قدام الغرزه، مانيش راح نخلي مساحه بيناتهم. كما راح نديروا هكذا، راح نديروها بطريقتين. هذه هنا تجري مدكوكه بزاف، يعني اللي حبت تخدم كما نقولوا هكذا تقدر تخدم، والطريقه ثانيه كذلك تصلح تخدم، يعني الاثنين يصلحوا. كل سيده كيفاش تحب تكون الوساده تاعها، حبيتيها بالطريقه هذه او بالطريقه الثانيه. انا لاحظوا لما كملت البنات كيفاش خرجت لي الوساده، عفوا كيفاش خرجت لي. نمسك المقص ونبدا نقطع في هذوك الغرز اللي طلعوا من اللور. لازم نروح للوجه ونبدا نقطع في الغرز ديالي. هنا شوفوا البنات، انت هذه المرحله هذه ما ديريهاش حتى تكملي، يعني حتى تكملي الخدمه تاعك كامل ومن بعد شدي الوسادات وديري هذا العمل هذا.
شوفوا هنا البنات، هنا شويه بك دوك نرجع كذلك نقرب لكم الصوره ونقطعها كيما راهي، راح تحصلوا على شكل بزاف شباب. هنا كيما قلت لكم كي تكون الغرزه قدام اختها، يعني الغرز يكونوا متقاربين في العمل. نروحوا هنا للطريقة الثانية، وهي راح نخدموا الغرز متباعدين، كذلك الخدمة تاعها تجي ما شاء الله وتجي شابة. يعني هنا لك الخيار، لأنه كل وحده وكيفاش تخرج، لكن شابين بين زوج. يعني فقط هنا السيدة عليها تختار وش تخدم، يعني وش من غرزة حبتها، القريبة ولا الغرز المتباعدة. إذا هنا دائما نهبط شويه الخيط باش هكذا يكون الخيط تاعنا ماهوش طويل بزاف، انه نخليه من الفوق، تحبوا تهبطوه لتحت تجبدوه من التحت تجبدوه، يعني كيما حبيتوا. هنا نبدا نخدم كيما راكم تشوفوا كذلك حتى نكمل كامل هذه المساحه ديالي هكذا. شوفوا البنات، هنا الغرز باعت بين الغرز، هنا راني موسعه الغرز، فهمتوني؟ يعني الغرزه ماشي قدام اختها كيما العمل الاول. اذا هايلي كيفاش راني نخدم. هنا فقط نسرع الفيديو باش من انت كي تكوني تخدمي ماهيش راح تكون هذه السرعه نفسها. نقطع الخيط تاعي. شوفوا البنات هنا شفتوا الغرز متباعده، هايليك لاحظوا مليح معايا. فوالا راح تتحصلي كذلك على شكل بزاف شباب، ولكن الاختيار. لاحظي راني نوضح لك بلي الغرز هنا راهي غرز متباعده. نجيب المقص تاعي كذلك ونقوم بتقطيع كل هذه الخدمه اللي خدمتها هكذا. وممكن نستعمل مشطه من بعد كي نكمل نقدر نستعمل المشط، هذيك لابغوص تاعنا تاع البلاستيك المدوره تاع بكري. فوالا او تحتفظي بها. انا كي نخدمها نخليها صراحه، نخدمها وننفضها فقط. شوفوا هنا البنات، يعني كاين فرق واضح بين الخدمه اللي تكون الغرزه قدام اختها والخدمه اللي نديروا تباعد بين الغرز، يكونوا قدام بعضهم لكن كما نقولوا حنا الابره نبعدوها، نخدموا حتى شوفوا ونتحصلوا على هذا الشكلين. يعني شكل ما شاء الله، والبنات كامل حبوا هذه الطريقه هذه باش يتعلموها وباش يديروها في الوسادات تاعهم. اذا نقول لكم ان شاء الله يا رب يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم، وان شاء الله راكم فهمتوني مليح مليح. اي سؤال كالعاده على الانستغرام ولا على الصفحه تاعي ايغوي ماجيك باي لميا. نتمنى ان شاء الله تنجحوا وكل التوفيق.